السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم في وصفتي البسيطة وصفتنا لنهار اليوم قلوب الفيريرو روشي اللي يجي طري وهشيش وبنين. نمر مباشرة نتعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. أول حاجة حطيت غيسيبيون درت فيه 125 غرام مارغاري، نزيد عليها رشة ملح، بيضة كاملة زائد صفار بيضة، 2 مغارف كبار تاع سكر كلاص، ونزيد عليه 2 مغارف ثاني كبار تاع المايزينا، زوج مغارف كبار تاع كاكاو، ونزيدو 2 ثاني مغارف كبار تاع حلوى الترك، وملعقة صغيرة فاني. فوالا، ونخلط كامل المكونات فوالا بشويه بشويه فوالا حتى يتخلطوا كامل كما راكم تشوفوا. كي شفنا كامل المكونات تاعنا تخلطوا، نجيبو الكاس الاول تاع الفارينه، نزيد ونخلطو بشويه بشويه. كملنا الكاس الاول، ودوك نزيدو الكاس الثاني. وانا هنايا جاني 2 كيسان تاع فارينه، ويعني تقدر يجيك اكثر ولا اقل على حسب الفارينه، ودائما تحبسي كي تشوفي لاباط تاعك ولات متماسكه وطريه. المهم هنايا بعد ما طميت العجينه شوفوا كيفاش تجيكم طريه كما راكم تشوفوا. قسمتها هنايا اون دو، النص الاول اللي رايحه نخدم به والنص الاخر نحطوه في ساشي. وهنايا راني استخدمت هاد الساشي تاع البلاستيك، ومن بعد نجيب نحلل ونفتحها، وانا استخدمت هذا الطابع على شكل قلب، وانتم تقدروا تستخدموا اي طابع عجبكم. وهنايا بعد ما نحيتهم جبت سنيوه وبديت نحط فيهم. ها هي دروك السنيوه تاعنا كيفاش خرجت. نحطوها تطيب على 180 درجه، الفرن كون شعلته ديجا مقبل. ها هي الكاطو تاعنا بعد ما طابت، خلوها تبرد ونحوها كامل. ناخذ الكاطو بعد ما برد، نجيو نلصقهم بطوفيه كراميل كيما راكم تشوفوا. انا نلصقهم كامل ونروحو نكلاصيوهم. ودروك نجوزو نذوبو في الشوكولا. انا استخدمت ضاده، وانتم استخدموا اي نوع تحبوه. بعد ما ذابت الشوكولا نضيف لها مغرفه كبيره زيت ونخلطها مليح، ونضيف ثاني حوالي نص كاس كاوكاو يكون ما حمص وما رحيقش. دوك نبدا نكلاصي في الكاطو. نحط حبه حلوه على لافورشيت، نفرغ عليها كميه مليحه من الشوكولا ونخليها شويه قيس ما تهبط، هذيك الزياده تاع الشوكولا. نحط الكاطو ينشف. دروك انا نكمل كامل نكلاصي الكاطو ونزينه تزيين خفيف ونوريه لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لنهار اليوم، قلوب الفيريرو روشي. كاطو يجي خفيف وهشيش يوالم الاعياد والمناسبات. دوك نقسم لكم حابه تشوفوا القوام تاعو.
شوفوا القوام تاعو طري محشي بالكراميل من الداخل. اتمنى تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله.